بعد عمليات التكميم بتاعة المعدة وعمليات تحويل المسار اللي بتعملها بعض المريضات عشان تقل في الوزن أو عشان تخس أو كعلاج لمرض السكر، بيحصل بعدها بعد فقدان عدد من كيلوات أو فقدان وزن معين، بيحصل بعدها ترهل بالذات للثدي، وممكن في مناطق تانية للجسم بيحصل ترهل شديد في الجلد بتاع الثدي، وبالتالي بيبقى الشكل التجميلي للمريضه مش مستحق. واغلب الحالات ديت بتلجا ان احنا نعمل جراحات تجميليه للثدي، سواء شد ورفع او تصغير مع الشد والرفع، عشان نعالج الترهل اللي حصل ما بعد عمليه التكميم. وده الحل الوحيد لعلاج الترهل ما بعد عمليات التكميم او ترهل الثدي عموما، سواء بعد الحمل والرضاعه او لحجم الثدي. اي ترهلات في الثدي بتحصل ايا كان سببها، بيبقى حلها الاساسي او الرئيسي هو الحل الجراحي، مش اي حل تاني غير جراحي. فبالتالي بتلجأ المريضات لعمليات الشد والرفع والتصغير عشان نصلح الترهل اللي حصل بعد فقدان الوزن الشديد بعد عمليات التخسيس. وبيبقى في بعض التساؤلات المريضه بتسالها، اولها ان احنا هل بننقل مكان الحلمه والهاله، بنغير مكانهم او بننقلهم؟ طبعا احنا لما بيبقى في ترهل على مستوى معين بعد عدد سنتيات معينه، بيبقى لازم نعمل نقل لمكان الحلمه والهاله عشان نحطهم في المكان الصح مع التصحيح بتاع الجلد الزياده. فبالتالي بيحصل قطع لكل القنوات اللبنيه اللي حوالين الحلمه، وبالتالي بيعوق ده فكره الرضاعه بعد كده. يعني احنا لما بننقل الحلمه لفوق بيبقى لازم هيتاثر بعد كده في الرضاعه، عكس عمليات تكبير الثدي دي ما بيبقاش فيها اي تاثير على الرضاعه. لكن الشد الثدي او رفع الترهل بيبقى لازم هنغير مكان الحلمه والهاله، وده بيستدعي ان احنا بيبقى ما فيش بعد كده فكره ان احنا ينفع نرضع. هيحصل حمل عادي لكن مش هيبقى فيه رضاعه. طيب بيحصل ايه تاني؟ في بعض الحالات بنفقد فيها الإحساس شوية، مش 100% طبعا، بس بيبقى في فقدان لنسبة بسيطة من الإحساس في الجلد ناحية الحلمة والهالة نظرا للنقل. احنا لو عملنا شد ورفع للجلد بس فده ممكن ما يأثرش قوي على الإحساس بتاع الحلمة، ولكن لو عملنا نقل كامل لمكان الحلمة والهالة ده ممكن يأثر في بعض الحالات بنسبة معينة على الإحساس شوية، ويبقى فيه شوية تنميل، لكن بعد كده الموضوع بيتدرج وبيخف. لكن نادرا لما بيحصل فقدان تماما للإحساس ناحية الحلمة أو الهالة. وده بيحصل لو لا قدر الله حصل أي انفكشن أو التهاب في الجرح عنيف وحصل عليه التئام بتليف شديد، فهو ده اللي ممكن يأثر شوية على الإحساس، بس ده نادرا لما بنلاقيه. وبنبقى واخدين احتياطاتنا، واخدين الأنتي بايوتكس والغيارات بتاعتنا الصحيحة، وبتتعمل تقريبا من غير أي فقدان للإحساس للحلمة والهالة بعد عمليات الشد. يا رب أكون أفدتكم. كان معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي التجميلية. يا رب تعملوا